السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نحاول نوريكم ان شاء الله واحد طرزه جديده اولا موديل جديد من الطرز المسلول. الصراحه كاين اقبال كبير على الطرز المسلول وخصو الجديد، يعني كاينين شي حاجه اللي تقدر تخدم اي مبتدئه وفي نفس الوقت تكون شي موديل اللي ما متواجدش بزاف في السوق. ان شاء الله غادي نبداو لكم بالحاجه اللي هي سهله، ومن بعد ان شاء الله غادي نبداو نكمل لكم هذا يعني رشيمات. كاين الصراحه كاين الجديد. ان شاء الله غادي نبدا لكم بواحد سلته زويونه ممكن يديرها اي واحد. الصراحه غادي تطلع انيقه وغزاله. صافا البنات، اول حاجه غادي نحتاج ندير لكم هنايا طريف ديال الثوب كما بغى يكون البنات النوع ديالو، سواء كان كريب، سواء كان سوسدي، سواء كان حتى موسلين، سواء مليفه. المهم اي ثوب البنات راه ممكن نخدموا عليه المسلول. عرفتي البنات، حتى جوهره راه ممكن نخدموا عليها المسلول. المهم على اي حال ان شاء الله غادي نحتاج الطريف هذا، نوريكم بعض الموديل كي داير وتعرفوا عليه، وإلا عجبكم الموديل نقدر نطبق لكم في شي جلابه ويكون خير ان شاء الله. اول حاجه غادي نحتاج الطريف ديال الثوب المرمى، غنحتاج السنتيم، غادي نحتاج هنايا الحرير برمتو على جوج شعرات، برمتو مزيان البنات بحال البريم ديال الراندا، غير كان زدتو واحد شي شويه، زدتو برمتو اكثر. صافا البنات، ومن بعد فاش ساليت ديك البريمه جريت الحرير عندي مزيان، بقى مجبد هكا منه ما كيتسلش، يعني ما كيتحلش، ومنه كيعطيني الطوع في الخدمه. صافا البنات، هنايا الحرير على جوج شعرات ماشي ثلاثه، ممكن كيف سبق لي قلت لكم ممكن نعوضوه بهذا الحرير هذا، كيكونوا ثلاثه ديال الشعرات، يعني ثلاثه مجموع هي 6. صافا البنات، على حسب الرق كاين اللي كيدير على حسب الرق ديال اللي بغى الانسان يخدم به. المهم ثلاثه ديال الشعرات من الحرير ديال الطرز الرباطي ديال الماكينه راه ممكن نستعملوه، وكما قلت لكم ثلاثه ديال الشعرات راه كافيين كيعوضوا جوج ديال الشعرات. صافا البنات، ديال هذا ديال البريم ديال القصيبه، يعني الحرير ديال القصيبه. صافا البنات، غادي نحتاجو كما قلت لكم الابره كيكون شويه عندها الراس ماضي، يعني فاش نكون نخدموا في الثوب. صافا البنات، ان شاء الله غنوريكم واحد الحاجه باش ما تبقاش تلفوا. كاين فرق ما بين سنتيم وسنتيم، ردوا معايا البال. شوفوا مثلا معايا عندي هذا السنتيم هذا، يعني حنا مولفين هاد الحديده هذه كتكون في البدايه ديال السنتيم. صافا البنات، بحالاش نقول لكم بحالاش، بحال مثلا هذه شوفوا معايا، ها انتم شوفوا هنايا بدات من الواحد وغادا. صافي لاحظوا معايا هاد السنتيم راه من جوج جويه البنات، من هاد الجهه هذه، يعني ردوا البال البنات من هاد المساله هذه. بحال دابا هنايا عندي غير هانتا، عندي هنايا غير طريف، يعني ما عرفتش شحال فيه صراحه، وانما خص من الاحسن تاخذوا السنتيمات اللي على هذا الشكل هذا، وخصوصا الا كان عندكم هذا يعني المسلول. دائما حاولوا تحيدوا هذه، حاولت تحيد هذه ما تبقاش، انا راه كتحيد عندي وكتولي، يعني هذه ممكن نحيدها نركبها ونخليها ولا هذا. صافا البنات، المهم ردوا البال من هذه المساله. انا غنحاول اليوم نخدم معكم بهذه، اولا نخدم معكم راه فايت لي كندرت معكم واحد المباشر كنت خدمت معكم قلت لكم اعتبروا هذا هو سنتيم. صافي ما كنعتبروش هذا ما كان بحال ما كاينش. صافا البنات، اولا ممكن هذا يعني نستعملوا غير هذه البلاصه من هذا الخط لهذا الخط يعني سنتيم. صافا هذه من الناحيه ديال العبار ديال، لان راكم عارفوا المسلول ضروري البنات خاصنا العبار يكون مضبوط. صافا البنات، اول حاجه ان شاء الله غادي نبدا لكم في هذا التويب هذا. غادي نسلكم واحد، غادي نعبر لكم مثلا خصني تكون عندي مثلا في هذه الخدمه اللي بغيت نخدم انا، غتكون عندي تقريبا غادي نديرو سنتيم ونص البنات. صافي سنتيم ونص كاف يعني باش ندير هاد الرشيمه هذه. ممكن تكون قل، ممكن نديرو سنتيم، المهم على حسب. انا غادي ندير سنتيم ونص، وديك الساعه نشوفوا شحال عطاتنا هاد الرشيمه هذه. يعني ممكن العبارات ممكن يكونوا مختلفين، ولكن في هذا نحاولوا ما امكن ناخذوا واحد ونص كما قلت لكم. هانتوما شوفوا اول حاجه البنات شنو غندير. اول حاجه غادي نشوف الابره باش انني نقدر نخدم، هي مثلا هذه
واخا ركبت انا فيها الحرير، ولكن ماشي مشكل. كما قلت لكم راه فاش كتكون عندي العرض ديال الجلابه، المهم شوف انا غادي نعطيكم الرشمه ياك، ولكن القياسات ديال الجلابه او القفطان من بعد ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص بهاد العبارات. ولكن انا ان شاء الله اليوم غادي نطبق معكم غير هذا، غير كيفاش هاد السلان والخدمه ديالو. اما العبارات خليهم فيديو واحد اخر. المهم اول حاجه كنسلو واحد، غير نتوما ما تسلوش في الجلابه البنات، غير هنا في الطريف ديال اللي غنخدم معكم. غنبدا من هنا لان هنا تقبت لي بالمرمى. غادي نبدا في هاد البلاصه هادي، غادي نسل غير خيط واحد البنات. ها نتوما غير بشويه، لان اول حاجه غير الخيط الاولاني هو اللي تيكون شويه صعيب في هذا، صعيب في السلان. من بعد كناخذوا العبارات ديالنا اللي ما نخافوش منهم ونبداو ان شاء الله السلان. ولكن هذا كما قلت لكم غير طريف، انا ما عنديش مشكل، يعني غادي نسل لكم الخيط الاول غير نتوما باش يبان لكم. هانتوما دائما كنبداو نجرو غير بشويه، هانتوما وكنقبطوا. خلاص كما قلت لكم الجلابه راه ان شاء الله غادي نحاول نوريكم الطريقه. زعما العبارات هما اللي ضروريين، راه العبار هو الاساس في طرز المسلول. اما الغرزه ان شاء الله راه ساهله، كنظن اي واحد غادي يديرها الا عرف الطريقه الصحيحه ان شاء الله. دابا شوفوا معايا البنات، كنتمنى ان شاء الله يكون باين هذا الخويط هذا. هانتوما غنبدا منه العبار. صافي البنات غادي نبدا منه العباره، غادي نحاول نقرب لكم مزيان باش يبان لكم، لان كنت درت معكم واحد البث مباشر. اغلبيه ديال البنات قالوا لي في دوا راه ما باينش التصوير مع الاسف، ولان كان داك الصراحه هذاك المباشر كان مهم بزاف. ولكن صراحه اللي بغاو يتعلموا من طبيعه الحال، ولكن ما كتبش ان التصويرات تكون زعما التصوير يكون مزيان. صافي البنات كيف قلت لكم انا ممكن نحيد مثلا هذه، راه ممكن تحيد، ولكن انا غادي نحاول نعبر لكم غير من هنا، من هذا الخط لهذا الخط. يعني في كلتا الحالتين راه صحيح، سواء بديت من هذا الطريف اللي تيكون هنايا غير هذه البلاصه بلاتي والبنات. المهم غنشوف وحده فيهم راه كتحل عندي، غير ما عرفتش شكون فيهم. ولكن شوف باش تضبطوا مزيان العبار ديالكم دائما خذوا من هاد الخط لهاد الخط الكبير. هذا هو سنتيم، يعني سنتيم ونص البنات. غادي يكون عندي، انا نوريكم، غادي يكون عندي هانتوما البنات، غادي يكون عندي من هاد الخط هذا من هاد الخط هذا الكبير حتى لهاد الخط هذا. صافي نساو عليه الارقام البنات، انا كنحاول نوريكم بالطريقه باش تكونوا عارفين. يعني ما تقولوش سنتيم واش نبداو من واحد. شوفوا معايا غير من هذا الخط لهذا الخط راه سنتيم، ومن هذا الخط الكبير لهذا الخط الصغيور اللي تيكون شويه في هذه الخطوط الرقيقه كيكون واحد شويه طويل عليهم. صافي هذاك راه كيعني نص سنتيم البنات، يعني انا في هذه الرشمه هذه غادي نحتاج سنتيم ونص البنات. صافي المهم انا غادي نحاول نوريكم هنايا هذا الخط الكبير غادي يكون مع هذا الخط اللي كنسلو اللي سلينا. صافي البنات ها انتم. وحاجه واحده اخرى، دائما فاش كنقول لكم نعبروا بالعرض، كاين شحال من بنت غادي دير ليها هكا تقول لي راه سنتيم وغتجيها سنتيم هنا، ولكن الطريقه الصحيحه شنو هي البنات؟ راه قلتها لكم قبل، ولكن صراحه راه خصني نبقى نحط لكم الدروس ديال طرز المسلول، لان بزاف الاخوات صراحه مقصره شويه ما كنحطش بزاف. ولكن نحاول ما كان مره كنحط لكم. دائما تنقول لكم البنات دائما نعبروا، مثلا نحاولوا دائما نبينوا واحد الخطيط كيعطيني غير العبار، هو راه تيبان البنات، خصوصا الا كنا استعملنا مثلا الا استعملنا مليفه او لا هذا، لان دائما كنسلو على القفه. شوفوا البنات انا دابا معايا غير ما بغيتش نسل لكم، لان بصراحه ما خصوش يتسل الا كنت محتاجه به خصو يتسل. اما دابا خصني غير كنقبط بواحد الطريقه هكذايا تيبدا يبان ليا الخط ها هو دايز من هنايا. شوفوا البنات الخط هو دايز من هنا، يعني السنتيم ديالي كنحطو نيشان، كنعتبر هذه بحال مثلا راها طريق ليا انني باش نقدر نسل على راحتي، يعني ما يجينيش السنتيم معوج لواحد الجهه، اما كيكون السنتيم طالع الفوق اولا طالع لتحت البنات. صافي يعني المهم انا كنحاول انني باش ما يجيش الفيديو طويل، لان كنهضر فيه صعيب فيه المونتاج. هانتوما البنات كنحاول انني هاد النقطه هذه غادي نحاول نوريها لكم. هانتوما شوفوا معايا البنات هنايا هذا الخط هذا درت لكم هنايا كيتحط نيشان فوق هذاك الخط اللي كنت سليت. شوفوا معايا هانتوما باش تعرفوا بان عندكم طريقه صحيحه. هانتوما شوف هذا هو الخط البنات، شتي هذا هو الخط وهذا هو الخط. صافي يعني ها هو الخط ديال السنتيم، ها هو بدي ليا من هنا
يعني كنحط علامه. المهم خلاص انا نورمالمون خصني نحط علامه بالستيلو اولا بهذا باش كان واحد القلم كيتباع ديال الرشيم. ولكن المهم حنا راه سلينا، يعني حنا راه عندنا العبارات ديالنا صافي. يعني كنمشي مع داك الخط اللي سليت واحد شي شويه وكندير سنتيم ونص البنات. شوفوا هي معايا سنتيم، ها هي من هنا حتى لهنا سنتيم، وهذا النص هذا يعني كان هذا راه قلت لكم راه كبير شويه على هاد الخيطات الصغار هادو. يعني كندير واحد العلامه صغيره هنايا بالطريقه هذه. هانتوما هذا راه غير باش يبان لكم البنات، اما هو راه كيبان ما خصنيش ندير هذا صافي. انا غير باش نشرح لكم البنات هذا ما خصنيش نديرو لان غادي يضيع عليا الثوب. راه قلت لكم اما نستعملوا بلونكو ما كيكونش كيخرج للظهر الجهه الاخرى ديال الثوب، اولا كنستعملوا القلم ديال الرشيمه البنات، راه ما غاليش، كيدير تقريبا 13 درهم اللي كيدير صافي البنات. مهم على اي حال انا دابا بهذه الطريقه هذه راني عارفه بان هاد العبار اللي عندي راه صحيح صافي. يعني علاش؟ لان صليت اول حاجه الخط اللي بالطول دابا، والخط اللي بالعرض راني علمته دابا. وصلت لهنايا يعني سنتيم ونص ديالي من هنايا. هذاكشي باش كنبغيو واحد النقطه تكون صغيره وتكون ضابطه ليا المكان بالضبط. الا لاحظتوا معايا هذه راه نقطه كبيره صافي. يعني ما عرفتش واش غادي نحبس هنايا او لا غادي نحبس هنا، ولكن انا راه غادي نسل، غادي نبقى نعبر صافي حتى نقبض العبار ديالي سنتيم ونص صافي البنات. نبداو ان شاء الله السلان. هاد الخط ديال العرضه البنات اللي كيكون هنايا، هذا اللي كيكون هنايا راه البنات غير هو كيوري لي شنو كيوري لي غير عندك لا نزقل العبارات ديالي صافي. علاش البنات باش بغيت نفهمكم زعما شحال وحده مثلا تزقل دير هكذايا وتجيني مثلا سنتيم ونص هنايا بعيده اولا طلع لهاد الجهه هذه. خصني ضروري ان هاد الخط هذا وهاد الخط هذا كيتلاقاو ليا في كيكون هكا، كيكونوا بحال هكايا، بحال كما كنقولوا حنا قائم الزاويه صافي. يعني كيكون هذا الخط مع هذا الخط كيكونوا زعما متقاطعين في نقطه واحده، ومن تما كنبدا العبار صافي البنات. انا الصراحه والله الا كنحاول انني نوصل لكم الفكره باش البنات يفهموا. المهم غادي نبدا البنات السلان. هانتوما معايا غادي نبدا السلان البنات غير شويه بشويه، لان كما قلت لكم الخط الاول هو اللي صعيب. هانتوما غنبدا نسل البنات، غنبدا نسل لحقاش ما بغيتش نطول لكم الفيديو بزاف. غادي نبدا نسل، ولكن حيت ما بغيتش ندير المونتاج الفيديو غادي نسل حتى الا شفت الوقت بزاف راه غادي نقطع، وحتى تلقاوني سليت وعاد ديك الساعه نرجع لكم ان شاء الله البنات صافي. غادي ندير معكم شويه ديال السلان بهذه الطريقه هذه باش تعرفوا الطريقه زعما نتوما باش تبان لكم مزيانه صافي البنات. هانتوما دائما بهذه الطريقه هذه هانتوما كنبدا خيط غير بشويه. ودائما البنات كنحاولوا اننا نسلو على القفا ديال الثوب ماشي الوجه، لان الوجه تيكون منسوج بواحد الطريقه مزيانه، يعني ما تيكونش باين لينا الخيوط بحال القفا صافي البنات. وممكن نستعملوا اي توبه البنات، الا مهم شي توابات ما يمكن ليناش الغلاظ مثلا ديال الشتاء زعما ديال هادو دوك الغلاظ. يعني التواب الغلاظ كيجي صعيب شويه فيهم المسلول، واصلا ما كيجيش صراحه زوين، لان المسلول نورمالمون كيخصنا نلبسوه تحت منه شي حاجه، غالبا تيكون تقشيطه، كيكون قفطان تحت منه شي ملبس من التحت، اولا جلابه قفطانها والقميص ديالها. يعني دائما كيكون هو تيبين شي شويه الطرز ديالو تيكون تيبين، يعني ضروري كيخصنا الانسان يكون تحت منه شي حاجه صافي. يعني التوابات الغلاظ ما كاينلاش نديرو فيهم المسلول. انا نصيحه مني زعما واخا كاين الناس اللي كيبغيو مثلا يديروا المسلول في الجلب الغلاظ، ولكن كنقول انا زعما الحاجه راه كل حاجه عندها بلاصتها. هذا هو اللي كاين البنات. المهم انا ان شاء الله دابا غادي نحبس لكم الفيديو على ما نكمل سلان نوصل لهاد النقطه، ولكن قبل ما نوصل لهاد النقطه كنبدا دائما العبار صافي البنات. المهم انا غادي نبدا نسل نوصل ديك هاد البلاصه هذه، وغنرجع لكم باش نبدا لكم العبارات باش تكونوا فاهمين ان شاء الله. انا رجعت لكم البنات، شوفوا معايا انا سليت هاد البلاصه كلها، كنتمنى ان شاء الله تكون باينه. شوفوا معايا انا سليت لكم ولكن كما كنقول لكم انا كنسل وانا كنعبر، انا كنسل وانا كنعبر. يعني دائما كيخصني نرد البال لهاد المساله باش ما نقدرش يعني زعما باش ما ندخلش في شي عبار واحد اخر صافي البنات. دائما في اي سلان كيخصنا نحبسوا قبل ديك النقطه اللي درنا باش نشوفوا، لان علاش قلت لكم انا هذه حيت الراس ديالها غليظ صافي البنات. ما عنديش خصني انا شي حاجه اللي راسها رقيق باش الا دارت ليا شي علامه
تكون علامه صغيره، يعني ما تسيح لياش ديك النقطه. بحال دابا هنايا هذا لا ما صالح ليناش. انا غير بغيت نوريكم البنات كيف ما قلت لكم هذا فيتخ باش كيديروا الدراري كيقراو صافي، ما صالح ليناش في الثوب. انا غير بغيت نوريكم لان ما كان موجودش عندي زعما داك البلونكو ولا هذا، ولكن ان شاء الله كنوعدكم انني غادي نشري لكم داك باش نبقى نفهمكم هكايا الحساب. هذا نشري داك القلم باش كيتراصيو صافي البنات. المهم اللي بغيت نوصل لكم هي ان هاد العبار هذا كيخص يكون عندي مضبوطه البنات صافي. انا هنايا غادي نحاول نوريكم واش عندي سنتيم ونص اللي قلنا اولا كنحتاج اكثر. هانتوما شوفوا معايا البنات، هنايا عندي سنتيم ونص، مازال خاصني تقريبا 1 المليمتر صافي البنات. هانتوما تقريبا 1 المليمتر. شحال خاصنا نوريكم البنات بالضبط، كنتمنى يكون باين في التصوير. شوفوا معايا البنات، خاصني هانتوما من هذا، هانتوما دابا هنايا هذا هو ضابطه هنايا في البدايه ديال السلان صافي البنات. ها هي نص سنتيم عندي هنايا، يعني ها سنتيم ها نص سنتيم. شحال خصني نحيد 2 خويطات. واخا شفتوا هاد النقطه قدها زعما كبيره، ولكن كما قلت لكم انا خصني شي حاجه اللي دير لي واحد التراساج اللي هو غير نقيطه، ما تكونش سايحه بحال هكا، باش نعرف بالضبط فين انا غادي نحبس. هذاك الشيء باش كنقول لكم دائما العبار عاد سلان، العبار عاد كل ساعه نعبر صافي البنات. يعني هنايا غادي نحاول انني نسل هاد 2 خويطات اللي بقاو ليا تقريبا، وانا واصله سنتيم ونص صافي نحبسها البنات. ان شاء الله هاد لا فيديو هذه ديال اليوم اللي غادي نحط لكم ان شاء الله، كنتمنى نحط لكم زعما في ساعته باش هذا الجزء الاول طريقه السلان، ومن بعد ان شاء الله حنا جايين في هذا نعاود نزيد نتاكد البنات واش هي هذيك العبار ديالي واش هو هذاك ولا لا. هانتوما كنتاكد كنمشي حتى لهاديك البلاصه، يعني هاد البلاصه هذه اللي عندي هنايا. هانتوما البنات عندي نص سنتيم ونص نيشان البنات صافي. هانتو شوفوا معايا، ها بلاتي ها هو نص سنتيم، هذاك ها هو سنتيم كامله من هنايا حتى لهنا. وشوفوا معايا هذا الخط هذا نيشان هابط مع هاد نص سنتيم اللي زدنا، يعني سنتيم ونص صافي البنات. شوفوا ما في النقطه فين تراسيتها، لان ما عطاتنيش بالضبط داك التراساج اللي بغيت، يعني ديك النقيطه بالذات، ولكن بهذه الطريقه كنضبط المسائل ديالي وكنعبر بطريقه صحيحه. كما قلت لكم حنا السلان ومعنا السنتيم صافي البنات. اذا غادي نخليكم ان شاء الله دابا هذا هو الشكل زعما ديال السلان ان شاء الله، والطريقه ديالو الصحه والعبارات ديالو، وكنظن كلشي ان شاء الله كنحاول زعما نوصل لكم كلشي هو هذاك. وإلا كانوا شي حاجه ما فهمتوهاش او لا، المهم انا قلت ابقى نجيكم يعني بفيديوهات اللي هما فيهم التفاصيل كتر باش اللي بغى يتعلم يستافد صراحه. انا غنجيكم شويه شويه، واخا ما غاديش نقدر ندير لكم زعما مثلا في غالبيه الاحيان ما غاديش تلقاوني كنحط لكم بياسه كامله كل خطره. يعني انا ارتئيت انني نبقى نحط لكم واخا في طريفه ديال الثوب، ونبقى مواكبه معكم ما عطيتكم هذا الموديل، ونعطيكم الطريقه العباره زعما الطريقه باش كنخدموه، ونعطيكم الا كنتو باغي تطبقوه في جلابه ها شنو خاصكم ديروا، ولا بغيتو تطبقوه في قفطان ها شنو خاصكم العبارات اللي ديروا، وبداو الخدمه ان شاء الله وعلى بركه الله صافي البنات. المهم الفيديو ديال هذا النهار هادشي اللي كاين فيه، غدا ان شاء الله وندير لكم عاوتاني فيديو جديد ان شاء الله. يلا كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا هو الشكل ديال السلان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الى اللقاء ان شاء الله.